اللي موجود في الهلال النفطي هم آلاف من المرتزقة، وهم نفسهم من يريدوا جلبهم إلى مدينة الجفر بيشطح أخرى بآلاف من المرتزقة. أنا أعزقوا كلامي خلوها هيك واضحة. اللي شاف في الكلام هذا إن نحن ما عندناش مصدر وما نبيش نقول من اللي سلحهم ومن اللي جابهم ومن اللي سلحهم ومن اللي ذخرهم، ويعزقوا كلامي هيك. أسألوا هالزلة كم فيها بدون مبالغة، زلة ومرأة حولها وتو الصدرة ورس لنوف شو فيها من المرتزقة الأجانب. أسألوا سبعة اللي موجود في سبعة، وكان في ليبي واحد يقدر يمشي جواه وأسألوا من فيها. خليه سؤال مفتوح هيك، من اللي جابهم ومن اللي سلحهم من ذخرهم، وين يحطوها هذه في الوطنية ولا في الخيانة؟ عبيد فاسدين محتلين راس فانوس عليك فوق الجماعة. يقول لك الجيش الوطني يسيطر على الهلال النفطي. راك الحجابات معلقات عليه غلط. محتلين الورش ومحتلين يهتم مش حاجة اللي مهلكوها. الجيش الليبي جنى علي ابراهيم جبران.